السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معي من جديد في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه رائعه من المطبخ المغربي التقليدي، وهي فطائر المخنفر. وهي من اشهى والذ الفطائر التي يمكنكم تحضيرها بكل سهوله في المنزل. تابعوني باش تشوفوا كيفيه تحضير هذه الفطائر اللذيذه خطوه بخطوه. وما تنسوش الاعجاب للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. وكيف العادة مقادير الوصفة تلقاوها في صندوق الوصف. هذه الفطائر سهلة التحضير بمكونات جد بسيطة موجودة في كل بيت، كتجي لذيذة ورائعة. جربوها وتفكروني. المهم كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجو 3 كؤوس من السميد الناعم أو الفينو، وكأس من الدقيق الأبيض، نصف ملعقة صغيرة من الملح حسب الذوق، وكيس من الخميرة الفورية ديال 10 غرام، وكنضيفو ملعقة كبيرة من السكر وكيس من الفانيلا. هذه غير إضافة من عندي أنا، كيعجبني النكهة. أما في الوصفة الأصلية ما كنديروش فانيلا باش نكونوا واضحين. من بعد زدنا بيضة واحدة بحرارة الغرفة. من بعد كنزيدو الماء باش كنجمعوا جميع المكونات. كنزيدوا الماء تدريجيا، والماء تيكون دافئ. انا استعملت 800 مليلتر من الماء، ما يعادل 4 كؤوس، معيار 200 مليلتر. وصافي كنخلطوا جميع المكونات جيدا. من بعد كنستعملوا هاد الميكسور بلونجون باش كنطحنوه مزيان، او كنديروا داك الخلاط ديال الكأس. كنخلطوه جيدا حتى كنتحصلوا على خليط كلها فقاعات بحال بغرير. من بعد في الاخير نزيدو 2 اكياس من خميرة الحلويات، وكنعاودو نخلطو جيدا حتى كيندمجوا جميع المكونات جيدا. وكنخليوه من بعد يخمر، كنخليوه في واحد المكان اللي كيكون دافئ شي شويه. وصافي كنستناو واحد 20 دقيقه ولا نصف ساعه على حسب الجو اللي عندكم. ومن بعد ما خمر الخليط ديالنا جيدا كما كتشوفوا معايا، كيكون هذا هو القوام. كيجي قوام ثقيل وهكا فيه رغوه بالضبط، كيجي رائع رائع. وصافي دابا غادي ندوزو باش نطيبوه. وباش نطيبوا هذا المخنفر كنسخنوا المقلاة، كتكون غير لاصقه. كناخذوا المقلاة ديال البغرير مثلا، وكنديروها على نار متوسطه، وكندهنوها بشويه ديال الزيت او خليط بين الزيت والزبده. انا عملت خليط بين الزيت والزبده لانه كيجي بنين. وصافي كناخذ واحد الكميه ديال الخليط ديال المخنفر، وكنصبوه في المقلاة ديالنا كتكون سخونه، وكنستناو عليه حتى كتحمر من التحت وكتثقب هكا من الفوق كما كتشوفوا معايا. كنعاودوا مره اخرى كنرشوا عليها شويه ديال الزيت او الزيت والزبده. كما قلت لكم انا عملت خليط بيناتهم، ومني كتشد راسها هكا كنلقاوها محمره لتحت، كنحسوا بها طابت لتحت، كنقلبوها. المهم بالنسبه للطياب بحال الطياب ديال البانكيك بالضبط. وصافي كنخليوها تطيب على راحتها حتى كتحمر من الجهه الاخرى. وصافي وهي الفطيره ديالنا حضرت. وبنفس الطريقه غادي نكمل طيب الفطائر ديالي. وكما شفتوا معايا التحضير ديالهم جد سهل ومكونات جد بسيطه. في الحقيقه هاد الفطائر من ألذ الفطائر المغربيه اللي تقدروا تجربوها وتحضروها لعائلتكم في الفطور ديال الصباح او في العشيه في الكوتي. المهم كيجيو ولدات، كيجيو مهم مهويين وخفاف، كيذوبوا في الفم كالزبده. المهم ما تزبيوش، خليكم معايا باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديال هاد الفطائر. All I want
وكانت هذه النتيجة النهائية لوصفة المخنفر. هذه الوصفة تحمل نكهة التقليد والأصالة المغربية، وهي من ألذ وأشهى الفطائر المغربية التقليدية اللي ممكن تحضروها وتجربوها لعائلاتكم في جميع المناسبات. كنتمنى تكون وصفة نالت إعجابكم. ما تنسوناش بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وشكرا على دعمكم المستمر وتشجيعكم الرائع، وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.